هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في صوت المنتدى. أنا أمل علي أصحابكم في هذا المساء مع فريق البرنامج، وأبدأ معكم بنشرة للأخبار. يلي بعد ذلك تعليق أعده لنا الزميل محمد علي موسى، ويتناول فيه مسألة حقوق الإنسان ودور المجتمع الدولي. بعد ذلك نتابع معا لقاء مطول أجريناه مع الكاتب والباحث والإعلامي المعروف الأستاذ صالح قاضي جوهر، وتناولنا معه قضايا كثيرة ومتعددة، وسنقدم لكم اليوم الجزء الأول من هذا اللقاء الطويل على أن نتابع الجزء الثاني في برنامج يوم الأربعاء. أتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء،
خبراء صينيون يدربون عناصر من الأمن للتجسس على مواقع التواصل الاجتماعي. مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تباشر أعمالها الأسبوع المقبل، ووفد من اليونيسيف في زيارة لأسمرة. في تفاصيل الأخبار، علمت مصادرنا من أسمرة بأن النظام اختار 10 أشخاص من مؤسسة الاتصالات الإريترية لتدريبهم وتأهيلهم للتجسس على مكالمات ومواقع الإنترنت للمواطنين، وذلك عبر تعليمهم تقنية خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين من الصين، وأن هذه الدورة تتم بسرية وتكتم كبيرين في منطقة سمبل بضواحي أسمرة. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى أن الوضع الداخلي يشهد حراكا ملموسا أدى إلى تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياسته، لذا يقوم نظام أسمرة بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض له. هذا وقد هدفت هذه الدورة الأمنية والتي بدأت في 15 من نوفمبر الحالي إلى تكوين وحدة أمنية أكثر تأهيلا في التصنت على اتصالات ومحادثات المواطنين فيما بينهم، وكذلك مراقبة ما يكتبه المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت من خلال القيام باختراقات واقتحامات لحسابات المشتركين للاطلاع على فحوى كتاباتهم وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن الدولة في أسمرة. وأوضحت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فعاليتها كشفت بجلاء حالة الذعر التي تنتاب النظام من حراك الشعب الإريتري، وأن الجماهير الإريترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة لتفشل مجددا الأساليب الأمنية المستحدثة للنظام، مثلما فعلت في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الأماكن العامة. جدير بالذكر أن الشعوب التي تدير شؤونها بالعقد الاجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية تعتبر مسألة التصنت على محادثات المواطنين عملية تعسفية وتغول مدان على حرمة الأفراد وانتهاك للخصوصية، وهي عملية غير أخلاقية وغير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر القضاء المستقل، وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الاتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد اعتبار. فجهاز الأمن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية المواطن لا الأنظمة، وحماية الوطن من الأعداء لا من مواطنيه. أوضحت الأنباء الواردة من جنيف بسويسرا أن المفوضية الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ستباشر أعمالها الأسبوع المقبل. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد مايك سميث رئيس المفوضية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، إذ أوضح في تصريح رسمي أن المفوضية الأممية المكلفة من المجتمع الدولي ستقوم بزيارة عمل ميدانية للإريتريين المتواجدين في مراكز اللجوء في كل من سويسرا وإيطاليا، وذلك بهدف تقصي حقائق الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الإريتري وجمع الإفادات من الذين طالتهم هذه الانتهاكات. وبهذا التصريح تعلن المفوضية بدء مهامها التحقيقية مع الشعب الإريتري وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقه رسميا. ومن المعلوم أن المبعوثة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا السيدة شيلا كيثاروس كانت قد طالبت بشكل متكرر سلطات أسمرة بالسماح لها دخول البلاد للوقوف على حالة حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة في إريتريا رفضت ذلك. وأوضح السيد مايك سميث أن موجات اللجوء البشري من إريتريا ودول الجوار إلى أقاصي الأرض والمحيطات تضاعفت مؤخرا بصورة تستدعي القلق، فالسيل المتدفق من اللاجئين الإريتريين يعري بدرجة كبيرة حجم المعاناة الشاملة والقاسية والممنهجة التي تثقل كاهل الشعب الإريتري داخل بلاده. وقد ذكر السيد رئيس المفوضية في تصريحه أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في تقريرها الصادر الأسبوع المنصرم إلى تفاقم معدلات اللجوء الإريتري لدول الجوار وأوروبا، وتضاعفها خلال هذه الفترة إلى 3 أضعاف عما كانت عليه في السابق، وأن هذه المفوضية ستحقق في أنماط طبيعة هذه التجاوزات وستقف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الفرار شبه الجماعي للمواطن الإريتري من وطنه. لهذا فإن أولى هذه المهام المكلفة بها من المنظومة الأممية هي بحث جذور أسباب تصاعد ظاهرة اللجوء الطاغية على المشهد الإريتري، وستباشر في هذه المهام المحددة بدءا من الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد ذات صلة وثيقة بهذا، تجدر الإشارة بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد قرر تكوين المفوضية الدولية للتحقيق في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو الماضي، على أن تعمل هذه المفوضية بصورة متكاملة مع المبعوث الخاص لإريتريا السيدة شيلا كيثاروس، وقد تم كل ذلك بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف متابعة وتقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا. كما أوضح الناطق الرسمي أن المفوضية من خلال زيارتها المرتقبة لمراكز اللجوء بكل من سويسرا وإيطاليا ستعمل للتحقق والتثبت عن ماهية وطبيعة التجني التي طالت حقوق الشعب الإريتري. علمت مصادر المنتدى بأن وفدا من الأمم المتحدة برئاسة المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا للمنظمة الدولية لرعاية الطفولة اليونيسيف قد زار إريتريا في 16 من نوفمبر الجاري، وقد استنفرت الحكومة الإريترية وزارتها كافة لاستقبال هذا الوفد رغم لغة العداء التي تكيلها أجهزة الأمن والدولة على الأمم المتحدة. فسر المراقبون هذا الأمر بقولهم أن مرد ذلك الاحتفاء المبالغ فيه يكمن من جهة في محاولة الالتفاف على الاهتمام النسبي المتزايد بحقوق الإنسان في إريتريا من قبل الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى اعتماد الحكومة الإريترية ما تسميه إنجاز رغم محدوديته وبؤسه على البرامج التي تقيمها الأمم المتحدة في البلاد. أما بشأن الزيارة فقد علمت مصادر المنتدى أن وفدا من اليونيسيف التقى وزير خارجية السياسة السيد عثمان صالح الذي أعرب عن سعادته البالغة بزيارة الوفد، وأردف قائلا أن الحكومة الإريترية رغم العدائيات والمؤامرات التي جابهتها حققت العديد من الإنجازات التنموية لصالح المواطن. هذا وقد التقى الوفد مع العديد من الوزراء مانحا إياهم فرصة كبيرة لتعبئة الفراغ والجمود الذي تعانيه الوزارات، حيث التقى الوفد بوزراء ما يسمى بوزارات التنمية الوطنية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، الأراضي والمياه ووزارة المالية. وأخيرا اجتمع الوفد الأممي لمنظمة رعاية الطفولة اليونيسيف بالناطق الرسمي باسم سياسة أفريقيا السيد يماني جبر مسقل، الذي أعرب عن استعداده التام واستعداد حكومته في التعامل مع برامج الأمم المتحدة واحترام الشراكة معها في مساعدة الدعم والخدمات التي تقدمها لإريتريا، وأنها ستسعى إلى تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة. نهاية النشرة. صوت المنتدى. وفيما يلي أعزائي المستمعين أقرأ عليكم التعليق السياسي لهذا اليوم. المجتمع الدولي ومسؤولية دعم حقوق الإنسان الإريتري. خلافاً لما كان عليه في الماضي في ظل قواعد القانون الدولي التقليدي، لم تعد مسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الأمور التي تندرج فقط ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدول، بل أصبح المجتمع الدولي طرفاً أصيلاً فيما يتعلق بهذه المسألة، وخاصة في الأحوال التي يحدث فيها خروج متعمد وبشكل منظم على مجموعة القواعد والأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ففي ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن تناسي هذه الحقوق يفضي إلى أعمال همجية يتأذى منها الضمير الإنساني،
لهذا من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان. وتذكر المواد 9 5 4 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في الحياة والتعبير والمعتقد والتنقل ومغادرة أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه، ولا يجوز استرقاقه ولا تعذيبه أو اعتقاله أو نفيه تعسفيا، وله الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة. وتشير المادة 21 إلى حق الإنسان في إدارة الشؤون العامة لبلاده، وإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. من حق المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الرادعة عندما تسعى الطغمة الحاكمة في أسمرة لتوسيع نطاق نظريتها الاستبدادية وفرضها على الإقليم بعد أن فرضتها على الشعب الإريتري. ما نود التطرق إليه هنا هو مسؤولية المجتمع الدولي القانونية في مناصرة الشعب الإريتري. ففي هذا الصدد، وقياسا بنصوص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وعلى خلفية الاختطاف الواضح للسيادة الإريترية من قبل استبداد فرد واحد، نجد أن المجتمع الدولي يعد مقصرا تماما بحق الشعب الإريتري، إذ لا يعقل أن يظل المجتمع الدولي صوته خافتا عن مأساة شعب أعزل سلبت حريته وأفقر وجهل وشرد وقتل وعذب وجوع، وحرم من قبل ديكتاتورية شريرة كل حقوق الإنسان بدءا من حق الحياة، وغدا حاله رهينا بيد عصابة دموية أخذته بعيدا عن منابر المجتمع الدولي. وبما أن الشعب الإريتري هو ضمن المنظومة الإنسانية، هذا يستوجب مؤازرته وفقا للمواثيق الإنسانية العالمية. فلا يستقيم الأمر أن تتبنى المجموعة الدولية منهج بيانات الإدانة وإجراءات روتينية بروتوكولية بينما الشعب الإريتري مختطف من قبل نظام استبدادي. على المجتمع الدولي أقله إيقاف صفقات عقود التعدين التي تعقدها شركات غربية وشرقية مع حكومة أسمرة التي لا يهمها أمر الثروة الوطنية الإريترية إلا في استخدام تلك العائدات في تقوية أجهزتها الأمنية الدموية لهضم حقوق الإنسان الإريتري. وهنا لا ينبغي أن يتبادر لذهن أحد بأننا بصدد استجداء أحد، ليس هذا ما نرمي إليه، فثقافة شعبنا تتعفف عن ذلك وحساسيته مفرطة حيال هكذا مسائل، كما أنه يعي أن الحرية الممنوحة قد تنزع في عالم السياسة الذي لا يعرف الإكراميات والهبات. ولكننا هنا نطالب بحق المساندة والمؤازرة التي تقرها المواثيق الدولية لكافة الشعوب المقهورة، كما أننا نسترعي انتباه المجتمع الدولي أن حالة ديكتاتورية بلادنا متفردة لكونها من النوع الذي أغلق كل السبل المؤدية إلى الحرية وفتح فقط أنفاق لموتها. فهو من نوع الديكتاتوريات التي أخذت الشعب رهائن في أرض اسمها إريتريا في ظل غياب دولة القانون وغياب كلي للصحافة بكل أنواعها المحلية والإقليمية والدولية، وكذا تجريم تكوين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مثلها في ذلك مثل أي إرهابي اختطف رهينة ورفض التفاوض والتجاوب والجلوس مع أي منبر قانوني وطني أو إقليمي أو عالمي. لهذا من الطبيعي أن يطالب الشعب الإريتري بحق المساندة والمؤازرة كأي شعب آخر يتعرض لحالة إرهاب غير قانونية. فإذا كانت دول العالم تساند بعضها لمجابهة حادثة إرهاب محددة بتأثيرها مكانا وزمانا على مستوى فندق أو طائرة، فمن الأولى أن ينصر شعب تعداده أكثر من 4 ملايين مختطف منذ 23 عاما تحت شعارات السيادة الوطنية. إن الوظيفة الأولى للأمم المتحدة تتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقد بات راسخا اليوم الاعتقاد بأن الاحترام العام لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية شرط
لحفظ السلم والأمن الدوليين، بل والاحترام القانون عموما. ويتم ذلك بتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا. وفي الختام نود أن نشير لكل من تخامره نفسه حينا أن شعبنا استكان للمظالم بأنه مخطئ تماما. فقوافل التضحيات بالاختطاف القسري موجودة منذ مطلع الاستقلال، وإريتريا البلد الوحيد في العالم العصري الذي دخلت نصف حكومته قبور اعتقال الاغتيال، فضلا عن آلاف من الأحرار الممثلة لشرائح المجتمع كافة. نعم، هذا هو شعبنا كدأبه، يضحي بصمت بعيد عن الكاميرات وبطولات الخيال، وكما الأمس بيده سيعجل فجر شمسه تشرق من جديد وهي أكثر بهاء وإلى الأبد. بقلم محمد علي موسى. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في حوار المنتدى. سيكون معي اليوم في حوار المنتدى الأستاذ صالح قاضي جوهر، وهو كما نعرف جميعا كاتب وإعلامي معروف وباحث في قضايا القرن الإفريقي عموما. للأستاذ صالح إسهامات متعددة، بدءا من زاويته المعروفة نجاريت في موقع عواتل الإلكتروني، والذي هو مؤسسه وأحد أهم المحررين فيه، وله أيضا إصدارات روائية باللغة الإنجليزية، الأول بعنوان كينج أند بندست وترجمته الملك واللصوص، والثاني بعنوان مريم وزير أو مريم كانت هنا، بالإضافة إلى مشاركة عدة في منابر دولية حول قضايا إنسانية وسياسية متعددة. أهلا بك أستاذ صالح، وأشكر لك شكرا عميقا قبول دعوتك لنا في صوت المنتدى، وأهلا بك. أهلا وسهلا، أنا ممنون من الاستضافة. يا أهلا بك، يا هلا. سنحاور الأستاذ صالح اليوم في محاور عدة نتناول من خلالها الخطاب الإعلامي السياسي وقضايا الراهن، وسنعرض أيضا إلى إشكالية أو معضلة العمل المعارض في ظل الثنائية
الإريتريا نحن وهم، وأيضا سنكتشف ما هو آفاق العمل المشترك في ظل التحديات الكبيرة. سأبدأ معك أولا من النهاية، حيث الخطاب السياسي أستاذ صالح، وهناك تنوع كبير ونشط للأقلام التي تكتب اليوم والتي تتناول قضايا كثيرة. برأيك، كونك أنت أحد هؤلاء الأقلام وتشرف أيضا على موقع مهم وله وجود منذ سنوات طويلة، هل الكتابات اليوم والخطاب الذي تحمله يكون مقارب من الواقع السياسي، يعني وقادر على عكسه بشكل فعال؟ والله طبعا هذه ما فيها حكم انه اي واحد يرى الموضوع بمظاهره او بظروفه الخاصه. نعم. فهذه يعني مستحيل تكون موحده او نقدر نحكم عليها من زاويتنا، لانه كل واحد له زاويه يرى الامور من خلالها. المشكله كما اراها هي انه التركيز في الكتابه قد يكون في كثير من الاحيان من واقع المعاش او من واقع اقليمنا او منطقتنا التي نعيش فيها. فمثلا الواحد لو عايش في لندن يرى الامور من زاويه الجاليه الاريتريه في لندن، ولا يراه مثلا من زاويه الشعب الاريتري اللي هو في الداخل اللي ما عنده خيار غير انه يظل هناك. هذه النقطه الواحده. والنقطه الثانيه، في خلط بين عمل الصحافه وعمل الاكتيفيزم او النشاط السياسي. ففي حالتنا هذه أنا لا أرى نفسي مثلا كصحفي. نعم. الصحافة أراها كوسيلة أؤدي من خلالها ما أريد أو يعني وسيلة النضال بالنسبة لي، وليست غاية بل إنما هي وسيلة. نعم. ولكن هناك أستاذ صالح الكثير من الكتابات اليوم التي تثير الجدل حول قضايا قد يرى المتابع أو المواطن الإريتري أنها يعني وإن كانت مهمة ولكنها غير آنية أو يعني لا تقارع الواقع الموجود ولا تخدم يعني الهدف من مقاراة النظام، من محاولة يعني تثبيت رؤى واضحة نحو التغيير الكل يسعى إليه. يعني ما رأيك أنت في هذا القول مثلا؟ هذه القول هذا ضعيف ومردود عليه، لأنه نعم. عندما نقول مثلا مقارعة النظام، فهل هو مقارعة النظام هو الهدف الرئيسي أو الواحد؟ يمكن البعض قد يراها هكذا. نعم. ولكن ما بعد مقارعة النظام يعني. لأنه في أمور الديمقراطية وأمور يعني أشياء كثيرة قد لا يفهمها المواطن العادي. نعم. لأنه مثلا لو أخذنا كمثال اللاجئ اللي يمكث في السودان مثلا في معسكرات اللاجئين منذ 30-40 سنة. نعم. كيف يتجاوب على مطلب الديمقراطية؟ بالنسبة له الديمقراطية هذه شيء إعلامي ما يشعر بها. يريد الحق، يريد العدالة. فطلب الرئيسي هو العودة إلى الوطن، تغيير النظام والديمقراطية وهكذا. الأمور هذه قد لا تعني مثل ما تعني الليد أو النخبة. نعم. التي تتعاطى في السياسة. نعم. فبذلك ما في رؤية موحدة أو هكذا يجب أن يكون. يعني لا أحد يملك تحديد ما هو الأولويات. ما قد يراه كأولوية البعض قد لا يراه هكذا. نعم. هنا إذا صح القول أن نحدد بأن هناك خطاب نخبوي وخطاب آخر يعني أكثر ارتباطا بقضايا حياتية آنية تهم المواطن أو تصل إليه بصورة سلسة وسهلة. الخطاب النخبوي اليوم برأيك إلى أي مدى يستطيع أن يعني يكون مقارب لقضايا مهمة مثل العكس على يعني عملية التغيير من خلال عمل وطني مشترك في ظل مجتمع له خصائص متعددة ومتنوعة وتركيبة معقدة؟ هل هذا الخطاب معني اليوم؟ هل هو في هذا الطريق اليوم برأيك، وأنت أحد الكتاب في موقع يطرح قضايا يعني مثيرة للجدل في كثير من الأحيان؟ لا أعتقد في توحيد في الرؤية. نعم. في شتات في الرؤية وفي عدم وضوح في الرؤية. نعم. وكل من يتناول زاوية أو القضية من زاويته الخاصة التي يفهمها أو اللي هو predisposed يعني ما يستطيع أن يراه هو شخصيا أو دائرته المسطرة. نعم.
قد يعتقد بأن هذه تهم الجميع، وفي بعض الأشياء ما تهم الجميع. نعم. لأنه في لو أقرينا أنه في ثنائية ثقافية، ثنائية دينية، واختلافات على مشارب، يعني الشعب الإريتري مختلف، دايما نقول كده يعني. نعم. لو أقرينا بالموضوع ده معناها أن كل واحد له تطلعاته وفي قضاياه الخاصة اللي تهمه، التي قد لا يشترك فيها أو قد لا يتعاطف معها مع بعض الجهات. نعم. فهذا الفهم هذه مفقود، أعتقد مفقود. دي من ناحية، والناحية الثانية كنا نتكلم عن خطاب النخبة، لأنه لا يوجد هناك خطاب غير خطاب النخبة. نعم. ولكن النخبة لها اتصال بسيجمنتس أو شرائح مختلفة من المجتمع. نعم. فأنا مثلا شخصيا أنا أحب أنه قضايا الديمقراطية وكذا، لو تابعت كتاباتي كثيرة ما أدخل كثير في الديمقراطية وفي الحاجات الرنانة هذه، ما أركز فيها كثير يعني. فأحب أن أركز القضايا اللي تهم الشخص اللي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أو ممنوع أن يعبر عن نفسه. فهذا هو هدفي من الصحافة، أو الوسيلة هذه استخدمها حتى أحاول أن أكون صوت لمن ليس لديه صوت. ولكن أليس يعني التعبير عن الذات وحرية التعبير وغيره هي جزء من مفهوم الديمقراطية العام؟ ما حد منعها، يعني أي واحد يعبر. ما أنت سؤالي كان كيف تكون يعني عملية، وكيف نعم. يكون فيها إيقاع. نعم. إنما التعبير الواحد ده حتى لو مش عاوز يعبر، حتى عنده خيار وعنده الحرية التامة. نعم. ولكن أنا قاعد أتكلم عن من هم في مقارعة النظام. نعم. من يكتبون أو يناضلون من أجل تغيير ما هو عليه الحال في إريتريا. نعم. إذا أردنا أن نقترب أكثر من هذا الخطاب ونحاول أن نفككه بشكل يعني يصل إلى المواطن قدر الإمكان، أو إلى النخبة، والنخبة هي درجات أو يعني متعددة اللغات ومتعددة الثقافات ومتعددة الخلفيات، ما هي برأيك المرتكزات الأساسية للخطاب الذي يعني تصيغه النخبة السياسية الناشطة التي تقارع من أجل تغيير ديمقراطي في إريتريا؟ ما هي أساسيات هذا الخطاب؟ أساسيات هي الثوابت الوطنية معروفة لدى الكل يعني. نعم. أول ما بدأنا نناضل أو منذ تأسيس إريتريا في ثوابت، لأن إريتريا هذه يعني ليست قائمة على في الهواء مثلا، يعني مرتكزات. نعم. تمام. فالمرتكزات هذه يعني وضعها أصبح هش، وخاصة بعد استلام الجبهة الشعبية للحكم وضعها أصبح هش. نعم. تمام. وهذه خطورة تواجه الوطن. إنما النشطاء منا حاليا في الساحة كثير من النشطاء لا يدركون عن مطالب الغير. نعم. مطالب الغير ولا يتعاطفون معها، سواء كان بجهل أو بسؤولية، لا أدري. لكن بعد محاولة 20 سنة لإفهام يعني كل الأطراف الإريترية بما يعاني منه عدة شرائح. نعم. فالواحد يقول يمكن ربما في سؤنية لعدم فهم أو لعدم تقبل هذه الرسائل، وإلا كيف يجوز أن تتكلم مع بعض الجهات لفترة 20 أو 30 سنة وكل يوم يأتيك سؤال تم الجواب عليه من 20 سنة. نعم. ففي حاجة اسمها ملل. نعم. يعني فالواحد يمل أنه يتحدث في نفس الموضوع. دعنا نحدد أكثر وندخل في صلب الموضوع هذا. يعني عندما تقول أن هناك خطاب موجه منذ أكثر من 20 عاما، يعني قضايا مطروحة وهناك الآخر الذي لا يفهمها ولا يتقبلها، دعنا نحدد أكثر. هل هذا يسوقنا إلى يعني خلفية الثنائية التي أصبحت أزمة أمام العمل المعارض عموما وأمام مجتمعنا عموما، يعني أصبحت أيضا تتغلغل في النسيج الاجتماعي؟ يعني ما هي المشكلة بالضبط؟ أين هي المعضلة؟ أنا أعطيك مثل بسيط. عندك تنظيمكم هذا في حد ذاته مدرخ ولا الفورم. عفوا، نحن لسنا تنظيم. نحن لسنا تنظيم. يعني ما هي دي المصيبة يا أخت أمل. هذه المصيبة إنه الواحد مش محدد حتى إنه هو يعني civil association، يعني مجتمع أهلي ولا سياسي يتعاطف في السياسة
ويدعي انه هو تنظيم اهلي، يتعاطى في امور اهليه ويدعي وهذه في حد ذاتها عدم الوضوح في الامور هذه من ضمن الاشياء اللي قاعده تعطلنا. فمثلا دعينا من ذلك تفضل. مع العفو. لا ما في مشكله، منبر مفتوح هنا. اوكي نعم. فانا اقبل منك، اوكي نعم. اعتبريه اهلي سياسي هكذا. نعم. لكن مثلا في موضوع اللغه، موضوع الارض، ما في وضوح. كلها الاجوبه هي انه سنرى في الامر بعد تغيير النظام. يعني هذا كتاب، يعني خطاب اعتقد ليس مقنع. نعم. ليس مقنع. المفروض حتى يكون في تقارب او توحيد الطاقات وتوحيد المجهودات حتى للوصول الى هدف اسمى لكلنا. يعني نعم. المفروض يكون في قبول الاساسيات، قبول الاسس الوطنيه التي قامت عليه اريتريا. وكثير من الاريتريين لا يعرفون اريتريا من غير الثوابت هذه. اذا ازلت هذه الثوابت فهناك لم تبقى شيء اسمه اريتريا، لم يبقى شيء اسمه اريتريا. فهذا الموضوع، هذا موضوع خطير ومهم جدا، والمفروض آن الأوان أن الناس تعطيه أهمية أكبر. نعم. ولكن هنا أستاذ صالح، هناك من قد يجادل أن يعني مثل هذا الطرح من يطالب من، أو من يعني يتوقع ماذا من. يعني عندما نتكلم عن مواضيع أساسية، وأنتم في عواتي قد طرحتم في عدة من خلال منابر كثيرة ومن خلال أقلام كثيرة أثارت الجدل مواضيع كمواضيع الأرض واللغة وعلاقة يعني الإنسان الذي هو من نسيج اجتماعي محدد، يكون مسلم، يكون من المنخفضات مقابل مرتفعات، والهيمنة وغيرها من المسائل الكثيرة التي قد يقول البعض أنه ليس مكانها هنا. يعني من في الخارج لا يحدد. يعني لماذا نحن لا نجتهد على تجميع يعني المبادئ الأساسية التي نقف عليها لتدخلنا إلى مرحلة التغيير، ومن ثم الكل تحت ظل دولة القانون يطالب ويحاجج بهذه الأشياء. يا أمل يا أختي، ما هو المطالب هذه النبيلة ما كانت في وقت النضال الناس ضحت من أجلها واستشهدت من أجلها وناضلت سنين. نعم. لكن لم تحقق. تمام. نعم. فإذا لو ما تحدثنا في الأمور هذه، نعم. فإذا ما هو الذي يجمعنا؟ تغيير أساسي يجمعنا مثلا كخطوة مبدئية الكل يقول نعم. يعني قد لا يتفق فيها الغير. نعم. يعني هذه ما سؤالك يوحي بأنه لماذا لا نتجمع ونعمل معا؟ مش هذا المطلب؟ نعم. فإذا لم نناقش هذه الأمور سوف لن نكون يد واحدة تنادل من أجل مبادئ مفهومة ومتفق عليها. وهذه المشكلة اللي قاعدة تسبب، لأنه ما في فهم موحد. نعم. دعني أكون أكثر صراحة معك، يعني وأنت رجل صريح وقلم جريء، يعني من آخر مقال كتبته أيضا وكان عنوانه صارخا أيضا إذا صحت الترجمة، هي كانت الصليبيون علامة تجارية للإسلاميون أو جهاديون. هل صحيح هذه الترجمة أو قريبة إليها أو مقابل إليها؟ لا ما هو الحساسية المفرطة والحساسية الغير، الناس ما تعودت تسمع أسامي مثل هذه. فأنا هذه كان رد لبعض الأشخاص الذين يكررون كلمة الإسلامي والجهادي. نعم. كل من يختلف معهم في الخطاب. نعم. قبل أن تخوض في هذه النقطة أريد أن أحدد لك سؤالي. يعني هل هناك يعني مشكلة واضحة أن هناك يعني هيمنة لفصيل أو لتركيبة يعني معينة تجرينيا مقابل يعني تركيبة أخرى أو مسلمون مسيحيون؟ هل هذه يعني ثنائية حقيقية في الواقع؟ هل هي المشكلة برأيك؟ لا مش المشكلة. نعم. المسلمين والمسيحيين عاشوا وتعايشوا في الوطن منذ الأزل. فما أرى مشكلة في هذا الموضوع. نعم. إنما في يعني لما نتعاطى في السياسة نتعاطى في حقوق مجتمعات، وهذه المجتمعات لها خصائص ولها وصف. ما نستطيع أن يعني السوسيولوجيا والأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحقوق وهكذا لا نستطيع أن نتناولها في فراغ. نعم. تمام؟ نعم. إذن يعني مثلا لو في عندنا مناطق انتخابية، هل توجد مناطق انتخابية في إريتريا؟ لا توجد طبعا. تمام؟ نعم. أو وجدت غير متفق عليها.
فبالتالي مصالح المناطق كيف تحددها؟ مثلا لو نقول والله منطقة من المناطق الإريترية مظلومة أو يعني لا يوجد فيها مساعي لتنميتها مثلا، لو قلنا كذا، هل هذا يعني اوكي طيب مين اللي ساكن في المنطقه هذه؟ لو كانوا مسيحيين، هل قضيه مسيحيه هذه او قضيه اسلاميه؟ لا. ولنفترض مثلا ناخذ الكنامه. الكنامه عندهم مسلمين ومسيحيين ووثنيين. اذا لو تحدثنا عن منطقه القاش مثلا وفيها مظالم كذا وكذا وكذا، هل هذا يعني ان المسلمين كذا؟ لماذا ما نرى ان الامور الاريتريين في منطقه معينه قاعدين يعانوا من المشكله هذه؟ لماذا ما نراها كذا؟ يعني لماذا لازم يعني نوصف الاديان وكذا يعني، والناس تتحسس منه وتستخدمه في نفس الوقت، ففي يعني في نوع من الكونفليكت. لو انت خايف او غير محبذ التصنيفات هذه فلا تذكرها في الاول. يعني يجب ان ترى كل إريتري كمواطن، سواء كان في المرتفعات او في المنخفضات او اي منطقه كان فيها، كمواطن إريتري. تمام؟ لو المواطن هذا يعاني من شيء معين خاطب قضاياه كمواطن. فانا لما اقول مثلا اللاجئين في السودان، لما اقول ما قاعد اقول اللاجئين المسلمين في السودان، لاجئين إريتريين في السودان. نعم. فلو واحد عاوز يفهمها ان المسلمين في السودان ولا المسيحيين في السودان، هذا مشكلته مش مشكلتي. نعم. انا ارى اللاجئين هذول مواطنين، فاثاره قضاياهم ما معناها اثاره قضايا المسلمين. نعم. نعم. انا بالنسبه لي اشوفها كاثاره قضايا مواطن إريتري عنده حق في الوطن ومظلوم حاليا. إذا الخلفيه التي يعني تقفز من خلال يعني أطروحات البعض، يعني هل لها أساس حقيقي؟ يعني أنت تقول يعني عندما أتحدث عن قضايا لا ألمح إلى مسيحي، مسلم، تجرينيا، تجري، كنامة وغيره، أنا أتحدث عن إنسان إريتري، ولكن هناك يعني تعقيدات تظهر في الخطاب الإعلامي السياسي النشط توحي بأن هناك إشكالية. وما المشكلة في هذا؟ نعم. ما المشكلة؟ لا أرى مشكلة في هذه. يعني أي واحد عنده حق إنه يتنظم بالطريقة اللي بيشوفها، يعبر بالطريقة اللي بيشوفها. يعني لماذا نعامل إريتريا هذه وكأنها بيدة ممكن تنكسر في أي لحظة؟ هل هذا ليس وطن يستوعب الكل؟ نعم. لو جرمنا ذكر الأمور هذه، فأي تنوع وأي تشكيلة نتحدث عنها. نعم. لماذا هذا تابو؟ يعني أنا بالنسبة لي ما يقبل الواحد صار والله يا أخي أنا مسيحي وقاعد أشعر كذا 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 كذا، أستمع منه. نعم. ولو يحتاج إلى مساعدتي أقف في الصف معه. نعم. ولكن هذا ألا يناقض يعني الواقع الذي يعني كنا نقول عنه قبل قليل، أن القضايا تشمل الإنسان الإريتري عموما. يعني اليوم نحن في مواجهة نظام يعني أوصل القهر الإنسان الإريتري من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من يعني في كل بقاع الوطن وبكل يعني تعدده الإثني، العرقي، المناطقي، الكل يعاني من هذا النظام. يعني وحتى الإشكالات التي تنبعث، يعني عندما يقول لك أحدهم أنا كمسلم أعاني أو أنا كمسيحي أعاني، هل حقيقة هو يعاني كمسلم أو مسيحي أو هو يعاني من نظام تعسفي؟ يعني لماذا نحن يعني من هنا تأتي حساسية هذا الطرح أستاذ صالح؟ لا يا أمل، مثلا شوفي أعطيك مثل. يعني مثلا المضارع، لو أخذت أرض اللي يفلح منها، نعم، يقول أنا أرضي اتأخذت. نعم، تمام. بينما واحد الأرض هذه سواء كان يفلح فيها أو يرعى بهيمة فيها، لو اتأخذت أرضي، لما يقول منطلق هذاك هو الزراعة ومنطلق هذا هو الراعي. نعم. تمام. فيختلف. فكيف نتناول مثلا الباستورال اللي هو الرعوي، المجتمع الرعوي ومجتمع زراعي، هذه له خصائص اقتصادية اجتماعية مختلفة تماما. فيعني وكأنك مثلا، يعني لو أضرب مثلا، اسمحي لي، أنا عندما أقول أشتكي من رجلي يا أمل، وأنت قد تكون تشتكيني من رأسك. نعم. فلا تأتي وتقولين لي لا يا صالح رأسك اللي هو يوجعك وليس رجلك. ما مفروض الخطاب هذا يكون للدرجة هذه. أي واحد يحدد ما يؤلمه. نعم. تمام. ولو كان ما يألمه في النطاق الوطني فأستوعبه أنا. فحينها أقول أنا وأمل عندنا وجع رأس ووجع قدم. لماذا تكون الأوجاع كلها واحدة؟
لأن هذا قد يعيق العمل الوطني، وهو يعيق. يعني أستاذ صالح، نحن لا نقفز على واقعنا اليوم. إذا أنا تجمعت كابن، يعني كالتجمعات الموجودة باسم أقاليم، يعني محافظات أو مرتفعات، اتجاهات يعني جهوية محددة، ألا تعتقد هذا يعيق العمل الوطني؟ يعني كيف سنعمل لأن ندخل في وطن يستوعب الكل إذا كنا يعني نتفرق كل يوم وننقسم كل يوم في اتجاهات باسم أن لدي الحق في ذلك؟ لماذا ننقسم؟ مثلا ادينك ترى يعني هذه المواضيع طبعا قديمه قدم النداء لحد ذاته. نعم. مثلا في لو رحنا في منطقه بنكاليا، ما اعتقد انهم يشتكون من الارض قد ما يشتكون من البحر. مثلا هل سمعت عمرك واحد اشتكى انه البحر اتاخذ مني؟ عمرك سمعت واحد؟ ولكن هناك الآن مجموعات تقوم باسم إقليم العفر وتنادي بدولة العفر. لا هذا ممكن نتكلم في الموضوع. نعم. هذا غير. فوجع الصياد العفري غير وجع الراعي المنبركة، غير وجع المزارع في ضواحي حماسين اللي اتأخذت منه أراضيه. كلها نفس أشياء أملاك أو مأخوذة، لكن تختلف. فالتعبير يكون مثلا لو أنا مزارع أركز على قضايا المزارعين، لو أنا رعوي أركز على قضايا الرعويين، وهكذا صارت الوطن مشتت من أجل أن لا يشتت. فالموضوع هو عكسي. فنحن نستوعب كل المطالب هذه ونحطها في قالب وطني ونطالب بها كلها بالإجماع. هل لك أن تضع لي تصور مثلا إذا كل مجموعة أو كل يعني تجمع يقول أنا منطلقي هذا لأني ابن منطقة كذا، أو لأنني يعني أشعر بغبن أو عندي غبن تجاه يعني قمع مذهبي أو whatsoever، كيف يمكن أن يجتمع هذا الكل في قالب وطني؟ يجتمع لأنه غيرنا يجتمعوا فيها، وقبل كذا يجتمعوا. لأنه شوفي القبائل الإريترية كانت تعاني يعني كان لديها خصوصياتها الخاصة، ولكن في بعض الأحيان لما تستدعي الضرورة كانت تأتي كل واحد بمشاكله وبقضاياه، وكانت تحط في قالب واحد ويستوعبها الكل أو ينادي من أجلها الكل أو يتفق عليها الكل. فما دام ما كانت مطلب جزئي تكون مطلب عام. فإيش اللي مانع مثلا أنا لو قلت والله أنا قاعد أعاني من كذا وكذا وكذا، فبقية الإريتريين لو يعني اندورس يعني نعم لو جيروا مطالبي هذا وجعلوها وطنية، ما المشكلة في ذلك. أنتقل معك أيضا إلى يعني العمل الوطني اليوم المعارض، كيف ترى؟ هل لك أن تعطيني قراءة سريعة يعني وأنت يعني في قلب الحدث وفي قلب هذا العمل؟ أعزائي المستمعين، أذكركم أن الجزء الثاني من هذا اللقاء سنقدمه لكم في برامج يوم الأربعاء المقبل، حيث ما زال لدينا الكثير من الأسئلة والعديد من الإجابات من الأستاذ صالح قاضي جوهر، فتابعونا يوم الأربعاء. تقنيته نزل عالم ناتكا يهزبي ناتكي إريترا أسي 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 كنت تمسديد سمع لائل التابة حكاية زمن كسانة وفويدا نولد ولدو بسامخ خبر قسم حد النتكا نزل عالم ينبر نولد ولدو بسامخ خبر قسم حد النتكا نزل عالم ينبر 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 يبلالو نفسي كبغانا بغا برهان سبسر كان للأموانكا
حلم صغيرك نبهي وكوننا عود لماركايو لو مون كم تمال نايد اسفا داميرا زي كهم نبلبال نغيلو زي ملس تعواتي حزبي كبر خازنخا كوينو مزاربي تحبسو بدستعالو عسي وفرا سميرو تحبسو بدستعالو عسي وفرا سميرو تحبسو بدستعالو عسي وفرا سميرو بدستعالو عسي وفرا سميرو سميرو أرمانا نسايا ملك عيد كبرت هوتنا وفينا نبرا بهوت نايمة بتاعة تغليب بدمنا تعبي أفريقاوي تهدر عدل وهزبي بوكن هايمانوت وقوانقوا بزرقي تمنيت كامكينوم كنقطو خابصلي دبزاز كرلو زمن كبز بلدنا حيال كتم كايو نخلو زمكني عقوز كمان بسا اريتراوي حياة مزنايا بالكان بوناتي لا بونت يبلالو نفسي كبغانا بغا برهان زبسر بندل بمغاكا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، خبراء صينيون يدربون عناصر من الأمن للتجسس على مواقع التواصل الاجتماعي. مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تباشر أعمالها الأسبوع المقبل، ووفد من اليونيسيف في زيارة لأسمرة. في تفاصيل الأخبار، علمت مصادرنا من أسمرة بأن النظام اختار 10 أشخاص من مؤسسة الاتصالات الإريترية لتدريبهم وتأهيلهم للتجسس على مكالمات ومواقع الإنترنت للمواطنين، وذلك عبر تعليمهم تقنية خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين من الصين، وأن هذه الدورة تتم بسرية وتكتم كبيرين في منطقة سنبل بضواحي أسمرة. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر المنتدى أن الوضع الداخلي يشهد حراكا ملموسا أدى إلى تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياسته، لذا يقوم نظام أسمرة بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض له. هذا وقد هدفت هذه الدورة الأمنية والتي بدأت في 15 من نوفمبر الحالي إلى تكوين وحدة أمنية أكثر تأهيلا في التصنت على اتصالات ومحادثات المواطنين فيما بينهم، وكذلك مراقبة ما يكتبه المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت من خلال القيام باختراقات واقتحامات لحسابات المشتركين للاطلاع على فحوى كتاباتهم وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن الدولة في أسمرة. وأوضحت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فعاليتها كشفت بجلاء حالة الذعر التي تنتاب النظام من حراك الشعب الإريتري، وأن الجماهير الإريترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة لتفشل مجددا الأساليب الأمنية المستحدثة للنظام، مثلما فعلت في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الأماكن العامة. جدير بالذكر أن الشعوب التي تدير شؤونها بالعقد الاجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية تعتبر مسألة التصنت على محادثات المواطنين عملية تعسفية وتغول مدان على حرمة الأفراد وانتهاك للخصوصية، وهي عملية غير أخلاقية وغير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر القضاء المستقل. وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الاتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد
الاعتبار، فجهاز الأمن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية المواطن لا الأنظمة، وحماية الوطن من الأعداء لا من مواطنيه. أوضحت الأنباء الواردة من جنيف بسويسرا أن المفوضية الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ستباشر أعمالها الأسبوع المقبل. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد مايك سميث رئيس المفوضية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، إذ أوضح في تصريح رسمي أن المفوضية الأممية المكلفة من المجتمع الدولي ستقوم بزيارة عمل ميدانية للإريتريين المتواجدين في مراكز اللجوء في كل من سويسرا وإيطاليا، وذلك بهدف تقصي حقائق الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الإريتري وجمع الإفادات من الذين طالتهم هذه الانتهاكات. وبهذا التصريح تعلن المفوضية بدء مهامها التحقيقية مع الشعب الإريتري وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقه رسميا. ومن المعلوم أن المبعوثة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا السيدة شيلا كيثاروس كانت قد طالبت بشكل متكرر سلطات أسمرة بالسماح لها دخول البلاد للوقوف على حالة حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة في إريتريا رفضت ذلك. وأوضح السيد مايك سميث أن موجات اللجوء البشري من إريتريا ودول الجوار إلى أقاصي الأرض والمحيطات تضاعفت مؤخرا بصورة تستدعي القلق، فالسيل المتدفق من اللاجئين الإريتريين يعري بدرجة كبيرة حجم المعاناة الشاملة والقاسية والممنهجة التي تثقل كاهل الشعب الإريتري داخل بلاده. وقد ذكر السيد رئيس المفوضية في تصريحه أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في تقريرها الصادر الأسبوع المنصرم إلى تفاقم معدلات اللجوء الإريتري لدول الجوار وأوروبا، وتضاعفها خلال هذه الفترة إلى 3 أضعاف عما كانت عليه في السابق، وأن هذه المفوضية ستحقق في أنماط طبيعة هذه التجاوزات وستقف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الفرار شبه الجماعي للمواطن الإريتري من وطنه. لهذا فإن أولى هذه المهام المكلفة بها من المنظومة الأممية هي بحث جذور أسباب تصاعد ظاهرة اللجوء الطاغية على المشهد الإريتري، وستباشر في هذه المهام المحددة بدءا من الأسبوع المقبل. وعلى صعيد ذات صلة وثيقة بهذا، تجدر الإشارة بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد قرر تكوين المفوضية الدولية للتحقيق في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو الماضي، على أن تعمل هذه المفوضية بصورة متكاملة مع المبعوث الخاص لإريتريا السيدة شيلا كيثاروس، وقد تم كل ذلك بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف متابعة وتقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا. كما أوضح الناطق الرسمي أن المفوضية من خلال زيارتها المرتقبة لمراكز اللجوء بكل من سويسرا وإيطاليا ستعمل للتحقق والتثبت عن ماهية وطبيعة التجني التي طالت حقوق الشعب الإريتري. علمت مصادر المنتدى بأن وفدا من الأمم المتحدة برئاسة المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا للمنظمة الدولية لرعاية الطفولة اليونيسيف قد زار إريتريا في 16 من نوفمبر الجاري، وقد استنفرت الحكومة الإريترية وزارتها كافة لاستقبال هذا الوفد رغم لغة العداء التي تكيلها أجهزة الأمن والدولة على الأمم المتحدة. فسر المراقبون هذا الأمر بقولهم أن مرد ذلك الاحتفاء المبالغ فيه يكمن من جهة في محاولة الالتفاف على الاهتمام النسبي المتزايد بحقوق الإنسان في إريتريا من قبل الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى اعتماد الحكومة الإريترية ما تسميه إنجاز رغم محدوديته وبؤسه على البرامج التي تقيمها الأمم المتحدة في البلاد. أما بشأن الزيارة فقد علمت مصادر المنتدى أن وفدا من اليونيسيف التقى وزير خارجية السياسة السيد عثمان صالح الذي أعرب عن سعادته البالغة بزيارة الوفد، وأردف قائلا أن الحكومة الإريترية رغم العدائيات والمؤامرات التي جابهتها حققت العديد من الإنجازات التنموية لصالح المواطن. هذا وقد التقى الوفد مع العديد من الوزراء مانحا إياهم فرصة كبيرة لتعبئة الفراغ والجمود الذي تعانيه الوزارات، حيث التقى الوفد بوزراء ما يسمى بوزارات التنمية الوطنية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، الأراضي والمياه ووزارة المالية. وأخيرا اجتمع الوفد الأممي لمنظمة رعاية الطفولة اليونيسيف بالناطق الرسمي باسم سياس أفريقي السيد يماني جبر مسقل الذي أعرب عن استعداده التام واستعداد حكومته في التعامل مع برامج الأمم المتحدة واحترام الشراكة معها في مساعدات الدعم والخدمات التي تقدمها لإريتريا، وأنها ستسعى إلى تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة. صوت المنتدى.
في ختام هذه الساعة أعزائي المستمعين أشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم يوم الأربعاء القادم. لكم مني ومن فريق المنتدى تحية طيبة وتصبحون على خير.